السلام عليكم البنات والدراري، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كيشبه شويه الفيديو اللي داز اللي هضرنا فيه على الانفصال عن الناس باش تكتشف راسك. واليوم غادي نزيدو نغوصو اكثر، غادي نهضروا على واحد الموضوع اخر ديال الصمت ماشي غير على العالم ولكن حتى على راسك. الصوم عن الكلام. ماشي بزاف اللي كيهضر على هذا الموضوع، ولكن في الحقيقه هو من بين الطرق اللي كتقدر توصلك اعماق راسك. وغير قبل ما نغوصو في هذا الموضوع بنشارك معكم واحد السر بسيط ولكن عظيم. هاد الفكرة ديال الصمت راه ماشي غير تجربة نفسية ولا اقتراح ديال الراحة، راه صوم للرحمن. وفي هاد الصوم كاين بزاف ديال الخير، ماشي كنهضر لك من افكار ولا نظريات، ولكن على تجربة ولا وعد من الله. شوف غير سيدنا زكريا عليه السلام منين طلب الولد من الله وهو كان كبير في السن ومراته كانت عاقر، آمن وتمنى، وباش جاتو البشارة قال لي الله آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام سوية، يعني صوم عن الكلام، صبر ويقين. فاش دازو 3 أيام تحقق الوعد وجات المعجزة. أنا كنقول لك صوم غير 3 أيام كحد أدنى، صومهم لوجه الله بلا شكوى بلا تبرير، وتمنى في هاد السكون أي حاجة وتيقن، حيت غير اليقين هو اللي كيفتح باب المعجزات. صراحة أنا ملي جربتو مكنتش متوقع بزاف، كنت غير باغي نهدا واحد شوية ونبعد على الناس وعلى الصداع ديال الدنيا. ولكن فاش سكت راسي وسكت هاد الهضره اللي ماشي ديالي، وبديت كنسمع لشي حاجه ما كنتش كنسمع ليها من قبل. بديت كنسمع لداك الصوت الحقيقي ديالي. عارف علاش سميتو صوم للرحمن؟ حيت داك الصيام ماشي على الناس، راه عليك انت، وراه كيقربك من الله بحال الا كتعطيه بلاصتو وسط الزحام. راه فاش كتسكت كتبدا تسمع ليه، وفاش كتبدا تسمع ليه كتبدا تعيش. الا بغيتي تجرب هاد الصيام جربو بنية القرب من الله. قول انا غنسكت على الهضره باش نهضر مع راسي ومع الله. خذ النية ديالك بجد ونيتك باليقين، ومارس هاد الصيام غير 3 أيام على الاقل، وما تسناش شي حاجه خارقه، ولكن ثق بيا الا كان عندك اليقين وقلبك حاضر وعينيك محلولين راه المعجزه غتجيك. راه الصوم عن الكلام فيه فوائد نفسيه كبيره. كاينين دراسات وحقائق علميه يتكلموا على هذا الموضوع. كاين دراسه في جامعه كاليفورنيا قالوا فيها ان الصمت كينقص من التوتر، كيخلي الدماغ يدخل في واحد المرحله ديال التجديد. وكاين اطباء نفسيين كيقولوا ان لحظات الصمت كتعزز الوعي الذاتي وكتعاون الانسان يفهم. كاين حتى دراسه بينات ان الصمت لمده طويله كيعزز الذاكره وكيزيد في الابداع وكيخلي الدماغ ينتج موجات الفا اللي كتعطي راحه واسترخاء. وكاين حتى باحثين اللي قالوا ان الصمت كيخلي الجهاز العصبي يرتاح وكيعاود التوازن ديالو. بزاف ديال الفلاسفه اللي هضروا عليه. كانت كان كيامن ان الصمت كيعطينا مسافه نفكر فيها بعمق بعيد على تاثير المجتمع. وكارل يونغ كان كيقول ان الصمت كيدفعنا نواجه ذاتنا، وبان اعمق التحولات النفسيه كتبدا في عزله وفي الصمت. يعني ماشي غير دينيا ولكن حتى علميا وحتى فلسفيا. راه الصوم عن الكلام كاين عودة للذات. انا كنعاود لك هادشي ماشي حيت غير قريتو، حيت عشتو. الصمت علمني نصبر، علمني ما نجاوبش بسرعه، علمني نسمع قلبي، وعلمني نعيش بلا ما نهضر بزاف. وغادي نخلي عندك هاد الجمله: الا بغيتي تسمع صوت ديال روحك سكت العالم واحد شويه.